بطاطا قلبتوها بطاطا قلبتوها بطاطا قلبتوها بطاطا قلبتوها بطاطا مع قبلاوي. سلام. صرنا بال 2012، كمان شوي صغيرة بنصير بال 2013 وبعدنا بنسمح لمعتقداتنا رغم كل تطور التكنولوجيا والعلم اللي عم نعيشه، بعدنا بنسمح لمعتقداتنا انها تسيطر علينا. من هالمعتقدات اللي احنا نتوارثها جيل ورا جيل هي زيارة الطبيب النفسي. كلنا بنعرف شو بنقول عن حدا بيزور الطبيب النفسي، كلنا بنعرف شو الصورة النمطية اللي عندنا عن اي شخص بيتعالج نفسيا. اليوم بحلقة البطاطا نتشرف انه نستضيف الدكتور توفيق ابو نصرة اللي رح يقول لنا عن جد قديش احنا تعبانين. الوزارة الصحة ب 2006 طلعت بنشرة انه في الوسط العربي هنالك اكتئاب اكثر من الوسط اليهودي. يعني احنا بنحكي الوضع الاكتئابي هو 10.5% لحديد 11%، وعند الوسط اليهودي هو 7%، 7 وشوي في المية. ولكن القلق وجد انه عند الوسط اليهودي اكثر من عند العرب 3 وشوي، وعند العرب 3. احنا كلنا 1.5 مليون عربي بهالبلد، يعني مش كتار. احسبوا ال 10% قديش و3% قديش. ولا وتنسوش انه كمان في كتار منا مكتئبين وكتار كمان قلقين، في نسب يعني. بس اصلا بيروحوش عند دكتور نفساني عشان نعرف يعني الاحصاءات بتشملهنش. مهم نسال ليه ما نروحش عند الدكتور النفسي؟ هنالك عدة اسباب. واحدة من الاسباب هي وسمة عار، بتطلعوا على حالة نفسية انه هذا عار، هذا عيب. كيف احنا بنقدر نطلع من العيلة للطبيب النفسي ليقول عن ابننا مجنون؟ بدكم مثال على وصمة العار اللي حكى عنها الدكتور؟ هاي مثال. مثلا طبيب في واحد من العائلة كان عنده ذهان وهو الانفصام بالشخصية او الجنون، العيلة ضلت تخبي الحالة النفسية تاعته. الابو بطل يقدر يشتغل، الام تحرص عليه، الاولاد بطلوا يروح على الشغل لانه لازم مناوبة عليه عشان ما ينفضحش برا. الاماي ماتت من جلطة في القلب، الابو صابه جلطة في الدماغ بعد سنة توفى، فبقى لحاله مع اخوته. طبعا بالاخر وجهوه الى المستشفى للعلاج. شوفوا اكيد وبتلاحظوا انه كثير في عنوانات لاخبار صحفيه بتكون مصرع اكس من الناس، يعني مصرع فلان او وفاه فلان في ظروف غامضه، وفي مثلا فلانه لقيت حتفها بعد سقوطها عن الشرفه. بتعرفوا انه معظم، مش كل بس معظم الاخبار اللي بتكون عنواناتها هيك بتكون حالات انتحار؟ الانتحار هي منتشرة في الوسط العربي، محاولات الانتحار. وهنالك انتحار، شو معنى يعني انتحار؟ لو الإنسان عن قصد يريد أن يقتل نفسه، عن قصد قتل نفس جسدي. المحاولة لو الإنسان بحاول أن ينتحر ولكن القصد تاعه ليس القتل بمعنى القتل النفس، ولكن هنالك تصرفات انتحارية وأفكار انتحارية. بقول لك ليش بعدني عايش وليش لازم أعيش؟ 430 روح بنخسرهن سنويا بحوادث الطرق في بلادنا، أنا بحكي عن مجتمعنا العربي طبعا، و400 إنسان بمجتمعنا برضه بقرر إنه يموت منتحرا. تعرفوا إن أمراض اللي بتعاطى السموم وخاصة الهيروين أمراض بين الكمية اللي هو لازمت له والكمية اللي بتقتله هي الشعرة. عشان هيك بنقول اخذوا كميه اكبر وماتوا، ومنهم بينتحروا. طبعا على الكحوليستين المدمنين على الكحول 10 ل 15% منهم بينتحروا بالاخر. الانفصام بالشخصيه عندك 10 ل 12%. الاكتئاب اذا كان مع ذهان بوصل ل 15%. تصور احنا بنحكي عن اعداد هائله في الحالات النفسية اللي بينتحروا. طيب خلص نحكي عن الناس اللي بيروحوش على الطبيب النفسي وبتوجهوش وبيعلنوش عن الحالة اللي عندهم. في اكيد ناس بيروحوا. ما نعرف شوية صفات يا دكتور عن نوعية الناس اللي بيزوروا الطبيب النفسي في مجتمعنا. هدول نوعية من الناس عادة بيكونوا معروفين او غير معروفين، فبخاف حدا انه يكشفهم او بدهنش اي صلة
مع الدوائر الحكومية وكذا عشان ما ينعرفوش. هذا واحدة من الأسباب اللي كنت دائما كانت تقهرني، أقول إنه ما هو بعاني ليش ما كانش يجي قبل سنين قبل 6 أشهر وكذا. فالشغل كان يبلش بس مع هبوط الليل. معظم الناس يعني انتوا بتمشوا بالشارع، يعني اذا بدك كلكم قديش في منهن بيعانوا من انفصام، وقديش النسبه اللي عندهم قلق، وقديش نسبه اللي عندهم اكتئاب، بتقولوا ما حداش سالم بين الشعب. ولكن اذا بنجمعهم كلياتها على بعض فوق ال 26 واحد، يعني كل ثالث واحد اللي عنده مشكله نفسيه وحاله نفسيه اللي لازم لها علاج. يعني بحكي عن لازم لها علاج. يعني الخلاصة بين كل 3 أشخاص في مجتمعنا في واحد لازم طبيب نفسي. لازم نعترف انه حالة النفسية زي واحد عنده كسر بإجره. مش كسر القلب هو مش أقل أهمية من كسر الإجر. فيا حبذا بدل ما نركض خلال 5 دقائق بعد ما كسرت الإجر للمستشفى، على القليل ياخذنا يوم يومين نيجي عشان حالاتنا النفسية. كل إنسان عنده أي اضطرابات نفسية إلها حل. أنا بقول لكم في لها حل. فأرجو من الجميع اللي يعانون من حالات اضطرابات نفسية على القليل يرفعوا تليفون، يستشيروا، نشرح لهم الوضع، نقدر نساعدهم. بلاش نفكر من البداية في الانتحار كأنه لغير مخرج، لأنه الإنسان إذا بصل لوجع أو آلام نفسية، ألم نفسي، الآلام النفسي هو أصعب إشي في العالم، مش العضوي إلا النفسي. وبهذا الوضع الآلام النفسي هذا زي أوتوسترادة للاكتئاب وللانتحار اللي بصل لنقطة لا رجعة منها. لابد إلا نرجع نشدد إنه 400 شخص في مجتمعنا سنويا بنخسرهم بسبب إنهم بيموتوا منتحرين. السبب الرئيسي إنه إحنا شعب ومجتمع يؤمن إنه اللي بيروح عند الطبيب النفسي هو مجنون، ولأنه منخاف ولأنه بنربي أولادنا والناس اللي حوالينا إنه وصمة عار إنك تتوجه لطبيب نفسي. إحنا بنخلي كل هاي الحالات النفسية تضل موجودة مدفونة بتعاني بمجتمعنا، وبالآخر تقتل نفسها. زي ما قال الدكتور، زي ما بتنكسر إيدك بدها علاج، كمان لما بيكون بنفسك في كسر لازم يتعالج. يا رب نكون بخير. باي باي. قلبتوها بطاطا، قلبتوها بطاطا، قلبتوها بطاطا، قلبتوها بطاطا، قلبتوها بطاطا مع قبلاوي.